إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الفهم السليم إنما هو من أعظم وأكبر نعم الله عز وجل على العبد، أن يرزقك الله عز وجل فهما سليما لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استشعر سيدنا علي بن أبي طالب هذه النعمة وتكلم بها وتحدث بها، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: هل عندك شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ والسؤال ده ليه خلفية. انتوا عارفين ان في طائفة من الناس ظهرت انما غالوا في محبة آل البيت وغالوا في محبة سيدنا علي، ونحن نحب سيدنا علي ونحب آل بيت رسول الله، بل نتقرب لله بحبهم جميعا، ولكن المغالاة لا تكون لأحد أبدا، إنما هو توسط لا إفراط ولا تفريط. فانتشر في عهد سيدنا علي بن أبي طالب عند هذه الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص سيدنا علي بشيء من الوحي دون الناس، يعني عنده آيات من القرآن لم تكن مشهورة عند باقي الصحابة، وهذا غلو وهذا خبل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من الوحي أبدا، حتى ولو كان لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فأبو جحيفة سأل عليا رضي الله عنهما، قال له: هل عندك شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي برأ النسمة وخلق الحبة، ما عندي شيء من الوحي إلا فهما يعطيه الله عز وجل لرجل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اختصش سيدنا علي بشيء من الوحي، لم يقصد أن يتلو أمامه آيات من القرآن حتى يتميز بها عن غيره من الأمة، لا يقصد أبدا أن يخصه بشيء من السنة حتى يعلم ما لا يعلمه غيره. سيدنا علي بيقول مش هو ده التميز، إنما التميز لو كان له ميزة على كلام سيدنا علي
بل هو له فضل وميزة عن غيره من كثير من الناس دون الثلاثة الصحابة الأوائل عنه. فقال التميز اللي عندي هو الفهم الذي أعطانيه الله عز وجل. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. فالفهم في الدين أو الفهم السليم دون الفهم السقيم إنما هي نعمة ينعم الله بها على العبد. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنما فرح فرحة عارمة لما أفهم الله ابنه عبد الله مسألة وأخفاها عن باقي الصحابة. الحديث مشهور ومعروف وبرضه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما سؤالا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة، وبعد كده من أساليب ووسائل العلم أن تطلق سؤالا عن الناس حتى يشغلهم ويتفكروا. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الناس وسائل العلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي تشبه المسلم. عبد الله بن عمر يقول: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة. أيوة، النخلة تشبه المؤمن وتشبه المسلم، لأن النخلة ثابتة راسخة، وكذلك يثبت الله المؤمنين. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. النخلة لا يسقط ورقها، يعني دائمة النفع للناس، والمؤمن إنما هو دائم النفع للناس، ليس متوحدا لنفسه وليس منطويا على نفسه، إنما ينفع غيره من المجتمع ومن الناس. فيقول عبد الله بن عمر: فوقع الناس يعني الصحابة في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت لمقام أبي بكر وعمر. شوف أدب الصحابة، سيدنا ابن عمر صغير وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي معاه، فلما لقاهم ضلوا الإجابة استحى أن يقول قولا فيصيب به الصواب وهم يخطئون. أدب عالي ورقي كبير وتربية عالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. الله. فابن عمر ماشي مع أبوه بعد ما انتهى المجلس، فقال له: يا أبي والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. فقال له: يا بني والله لقد قلتها، أو لو أنك كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب زيه زي أي أب، بيفرح بفهم ابنه النجيب. ربنا يعلم أولادنا جميعا ويحفظهم. لما ابنك تلاقيه مجتهد، ولما ابنك تلاقيه جايب درجات حلوة في الامتحان تفرح قوي. هكذا كان شعور سيدنا عمر بن الخطاب بابنه رضي الله عنهما ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله وصلى الله على رسول الله. الفهم أنواع والفهم أشكال. فربنا عز وجل ممكن يعطي الفهم لرجل لأجل قربه من الله عز وجل ولأجل فضله على الآخرين. زي مين؟ زي ما ربنا عز وجل أعطى الفهم لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر كان أفهم الناس بالمواقف التي يمر بها رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله، وكان أفهم الناس برسول الله وأعلم الناس برسول الله. أيوة، المواقف اللي كانت بتمر بالنبي خلي بالك احنا بيجي لنا تفسيرها بعد انتهاء المشهد، لكن لما انت تكون حاضر قد يختلط عليك الأمر وقد يلتبس عليك الأمر.
وده اللي حصل مع كتير من الصحابة في صلح الحديبية، حتى وقع الاختلاط والالتباس على رجل بقدر سيدنا عمر بن الخطاب. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يطوف ببيت الله الحرام هيعتمر، ورؤيا الأنبياء حق. جمع مجموعة من الصحابة وانطلقوا حتى يعتمروا، فمنعتهم قريش وقالوا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا وأصحابه دخلوها علينا ضغطة، جاي يعتمر غصب عننا. طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قصده كده، قصده ان هو يعتمر. منعوهم، وجي سهيل بن عمرو من قريش وعقد عقد اتفاقا مع سيدنا النبي، ووضع شروطا، والشروط كانت ظالمة ومجحفة. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. يقول لك لا، لو كنت أعلم أنك رسول ما قاتلتك. اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. احنا هنعتمر، جايين نعتمر. يقول له لا، ما تعتمرش السنة دي، خد بعضك وأصحابك وارجعوا وتقولنا السنة الجاية، السنة دي لا. لو حد مننا احنا قريش جالكم تردوه لنا، ولو حد منكم انتوا ارتد عن ديني وجالنا نحن أحق به. والنبي وافق على الشروط دي. أي حد هيقعد طبعا يعتقد عقيدة لا نقاش فيها ان الشروط دي مجحفة وان الشروط دي ظالمة، كيف يوافق عليها رسول الله؟ فأتى عمر بن الخطاب رسول الله وهو مغضبا وقال له: ألست رسول الله حقا؟ نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ نعم. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كلام صعب قوي ان هو يتقال للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له النبي: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني. ما هو النبي ما هو فعلا لو انت هتجيبها بالاقتناع ما فيهاش. فسيدنا عمر يروح لسيدنا أبي بكر، واختيار سيدنا أبي بكر له علامة أنه أفهم الناس بالمواقف. يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيوافق كلام أبي بكر كلام رسول الله، ويقول له: يا أبا بكر، إنه رسول الله ولن يضيعه، فالزم غرسه. طب مين اللي كان على الحق ومين اللي أخطأ الفهم؟ سيدنا أبو بكر. أنزل الله سورة تتلى إلى الآن تسمى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الاتفاق وإن كان في ظاهره أنه نعطي الدنية في ديننا، ولكنه مهد ووطأ لانتشار الإسلام، وكان توطئة للفتح العظيم والفتح المبين، فتح مكة. فكانت سورة الفتح وصلح الحديبية توطئة لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. سيدنا أبو بكر كان أفهم الناس برسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. ابن مسعود يقول إن النبي صعد يوما على المنبر وبيحكي قصة. النبي بيحكي قصة عادية جدا، وبرضو أنا مش عايزك تستشعر إن أنت عارف جواب القصة من كلام الصحابة. أنا عايزك تستشعر إن أنت قاعد بتسمع كلام النبي ولسه الكلام ما تفسرش، طبيعي ما تفهموش قبل التفسير. فصعد النبي على المنبر وقال، النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم بيحكي قصة عادية خالص المفترض اللي هي ملهاش علاقة بيه. فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا مريرا. فيقول ابن مسعود: فقلت في نفسي عجبا لهذا الشيخ، لما يبكي؟
إذا كان الله خير عبدا بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إيه اللي يبكي في الموضوع ده؟ دي قصة سعيدة مش قصة حزينة، لا، القصة تبان إن هي سعيدة، لكن القصة في باطنها ولمن يعلم ولمن رزقه الفهم حقيقة حزينة، لأنها تعد نعيا لرسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. النبي بيبين للصحابة وبيوضح للصحابة أن أجله قد اقترب، وأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الإيه؟ الآخرة. هو ده اللي فهمه سيدنا أبو بكر. فقال النبي: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي بصحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، سدوا الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. فقال ابن مسعود: فكان العبد هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا برسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. فالفهم هذا إنما هو رزق الله عز وجل قد يعطيه الإنسان لقربه من الله عز وجل، وقد يكون هناك أشكال أخرى من الفهم. هذا ما سنعلمه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. احنا تكلمنا عن نوع من الفهم ويبقى أنواع. الفهم ربنا ممكن يديه لرجل لأجل قربه من الله ولأجل فضله على الآخرين، كما في نموذج سيدنا أبي بكر. وقد يكون شخصين لهما نفس الفضل ونفس المكانة من الله، والله يفهم المسألة لأحدهما ويخفيها على الآخر، زي في نموذج من؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان. سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. عشان سيدنا سليمان عالم وسيدنا داود ما عندوش العلم أبدا. وكلا آتينا حكما وعلما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سيدنا داود قاعد في مجلس الحكم والقضاء، يجي له اتنين، واحد عنده بستان كرم يعني عنب، والتاني عنده غنم. فالراجل بتاع البستان جه بعد المغرب دخل نام، والراجل بتاع الغنم غنم وسابت بيته بالليل وطلعت على البستان جعلته كالرميم، كلت الزرع اللي في البستان بتاع الراجل. وده حكم شرعي النبي تكلم عنه. أهل البساتين عليهم حفظها في النهار، انت في نهارك في أرضك احفظ أرضك. وأهل الغنم وأهل الدواب أعزكم الله عليهم أن يحفظوا دوابهم بالليل، تدخلوا الزريبة بتاعتهم أعزكم الله يعني وتقفل عليه. فهنا صاحب الدواب هو المخطئ. جم يشتكوا سيدنا داود، الراجل ده عنده غنم، الغنم هجمت على زرع كلتها كلها، المحصول بتاع السنة كله وضاع، نعمل فحكم داود أن صاحب البستان يأخذ الغنم من صاحب الغنم، يأخذها عقابا له. فقال سيدنا سليمان لأبيه: وهلا غير ذلك الحكم يا نبي الله؟ مش ممكن يكون. شوف التلطف، هو ما قالوش انت غلطان، لا، وفي نفس الوقت لم يستحي ان يكتم حكما قد يكون هو الصواب.
حتى لا يضيع حقوق الناس، بل أنا أعرض قضيتي وكلام الحق ولكن بأسلوب رقيق لطيف مؤدب، خصوصا مع أهل الفضل. وهل غير ذلك يا نبي الله؟ قال احكم بينهما. وهنا بقى جمال المعلمين وجمال الأب، إن هو ما قالوش إزاي بتتكلم في مجلس القضاء، أنا القاضي وأنا نبي الله، ما تتكلمش، لا. وشوف لما سيدنا داود ياخد معاه سيدنا سليمان في المجالس عشان يتعلم. ليه جاي المسجد لوحدك؟ مش جايب ولادك معاك ليه؟ هاتهم معاك عشان يتعلموا. لما تروح تقعد في مجلس ولما تروح تقعد بين الناس وتتناقش في البيع والشراء، خد ابنك عشان يكتسب منك الأدب والرجولة والقوة ومواجهة الناس. قال له احكم بينهما. قال احكم بأن صاحب البستان يأخذ الغنم، بس مش عشان يتملكها، إنما ينتفع بأصوافها وأوبارها طيلة ما يصلح صاحب الغنم بستانه. يعني احنا هنقول لصاحب الغنم انت هتستلم الأرض، هتعمل ايه؟ هترجعها زي ما كانت، تزرعها وترجعها زي ما كانت كاملة المحصول. في الفترة دي صاحب البستان ياخد الايه؟ الغنم فينتفع بها. هذا ما يقصده الله أو ما يريده الله بقوله ففهمناها ايه؟ سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. آخر حاجة من أنواع الفهم إن ربنا عز وجل قد يفهم الدني ما لا يفهمه للعلي. زي ما ابن خلدون يقول في مقدمته وقد يفهم الحقير. الحقير هنا مش معناه الخسيس، إنما إيه؟ البسيط المتواضع ما يخفى على العالم. يعني ممكن واحد يكون عالم في مجاله، واحنا هنا مش بنتكلم عن مجال الدين بس، انت ممكن تكون متخصص في تخصصك بقالك 20 30 40 سنة، يجي لسه عيل صغير داخل المجال جديد فيفهمه الله ما يخفيه ايه عليك. ليه؟ عشان ربنا يكسر فينا الغرور. فربنا حتى مش يجيبها لك ممن هو اعلم منك واقدم منك في المجال، لا 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 لا، يجيبها لك من واحد ايه لسه ابن يومين زي ما احنا نقول، عشان دايما الواحد يلتجئ لله ويقول يا رب استرني بالعلم والفهم، يا رب لا تفضح جهلي. مهما كان الإنسان متعلما هناك ما يخفيه الله عليه وهناك ما يجهله أكثر مما يتعلمه. زي ما في قصة الهدهد وسليمان، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى ليه الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد الهدهد جاله بقى الخبر بتاع سيدنا سليمان وان هو بيهدد بقتله، فاتضايق قال له احط بما لم تحط ايه؟ انت عايز تذبحني انا؟ ده انا عرفت اللي انت مش عارفه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين، بص كلام الهدهد ايه قوي، تحس ان هو واخد على خطر، واخد بالك؟ اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيها الى اخر هذه الايات. الحقيقة انا كنت محضر أسباب سوء الفهم، لكن الوقت سيمر منا، لا أريد أن أشق عليكم أكثر من ذلك، لكن هنقولها سريعا. أسباب سوء الفهم، من أعظم أسباب سوء الفهم التكبر. إن الإنسان لما يكون متكبر يفهم الفهم السقيم، يبتعد عن الفهم السليم، ما هو اللي قاطع منافذ الخير عنه. الجهل، الإنسان بيولد جاهلا وبعد كده إيه؟ بيتعلم. فلما الإنسان يبقى جاهل ويقصد أن يجهل نفسه، يا الله عز وجل لا يرزقه الفهم السليم. لكن الإنسان الذي يريد أن يفهم يظل طوال عمره بنفسية المتواضع، بنفسية طالب العلم، حتى ولو بلغ من العلم مبلغه، ودائما ما يتضرع لله عز وجل ويطلب من الصالحين الدعاء له،
كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال اللهم ارزقه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ما عندي، والله أعلى وأعلم. وما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. اللهم ارزقنا حبك